خد يا حماده تعالى. امورنا هندسه. يا عم هي تريلا داخله عليا. معلش هطلع الحساسات بتاعتها. تمام. حساس الفي في تي تمام. وحساس البوابه. ايوه. نضف بالسبري ده. عينيا. روق على نفسك كده وعلى العربيه. عينيا يا هندسه. يلا بسرعه. عينيا يا هندسه كلمه. مش عايز اكتر من كده. حاسسني انا جبان. يا عم انا اللي محسس نفسي. طلع لي الحساسات نضفها لي واخلص. اتفضل. عايز يحل البوابه حساس في ايه؟ في مين اسمه ايه يا هندسه الحساس الاسود؟ الفي في تي والبوابه. عينيا. هم فين بقى اللي هو بيقول عليهم دول؟ حساس التي تي تي ده. انت بتعمل ايه؟ انت هندسه قلت حل حساس التي تي تي والبوابه. انا قلت لك حساس التي تي تي والبوابه. وايه ده كل ده عشان تحل حساس ما باشا، ما البوابه برضك وسخه، قلت له هو على بعض. يعني كل حاجه زي ما كانت وطلع لي الحساسات نضفها لي بس. اخاصمك اسيبك. لا انت مخاصمني؟ لا ما اقدرش اخاصمك. امال ايه طيب؟ انا بس بسمع الاغنيه بس وانا بنظف. فين الحساسات اللي قلت لك نضفها؟ بنظف ايه؟ بنظف اللي احنا حليناه. يا نهار اسود عليا وعلى سنين. معلش يا هندسه بعدين يا ابني انت بتاع لي ده وانت كيف في عيني. بعدين هندسه الحساسات بتنضف ميه بصابون. طب اعمل ايه يا هندسه؟ ما انت قلت لي روق عليها قلت انا انضف. فين يا ابني الزبير عطولك يا ابني؟ انا اصبر يا هندسه. العلبه الحمراء يا حبيبي. انا الحلبه الحمراء ده مش كالونيا؟ ايه يا هندسه؟ فين انت هتشيلها لي جوه؟ ما انا قلت بقى بتاعتي. بتاعتك؟ اه يا ابني ده اسبري يا ابني 60 ايه يا ابني، ده من شركه ريزول بتنضف الحساسات يا حبيبي. وانا ما اعرفش يا هندسه، انت اللي قلت لي نضف، انا قلت اجيب بقى الصابونه واروق على العربيه. اصلا بينضف الحساسات حبيبي كده، وبينضف الحساسات اصلا امن عليها. تغسل لي ميه وصابون. ما قلتليش يا هندسه نضف فيها، انا بحسبها كالونيا. معلش ماشي ايه؟ معلش حك عليا. حقك عليا؟ حك عليا. هو سابني وراح فين؟ المنتج ده يا جماعه اسمه 60 ايه. المنتج ده من شركه ريزول الالمانيه، مخصص لنظافه الحساسات بتاعتك. يعني لو عايز تنظف بوابه او اي حساسات عندك، فالمنتج ده امن جدا على كل حساسات عربيتك. من ناحيه بقى المنتجات اللي موجوده في السوق، في منها مقلده وفي الماده الفعاله بتاعتها حاميه جدا. لما تيجي تنظف بتلاقي نفسك الدنيا بتبوظ معاك اكتر مش بتنظف. بحاول انا على قد ما اقدر اي منتج بيظهر في السوق المصري ببدا ان انا اعلن عنه عشان تبدا تعرف واوجهك للحاجه الصح اللي انت تدفع فيها فلوس صح، عشان ما تجيبش حاجه تلاقي نفسك بتبوظ عربيتك بدل ما انت بتصلح. الكلام ده كله بيكون في قطع غيار او في المنتجات اللي بتنفع عربيتك. ممتاز جدا، بينظف كل حساسات عربيتك بطريقه سلسه جدا وسهله جدا، بتشيل اي اتربه اي كربون من على الحساسات، اي رواسب على كل الاجزاء، فبتظبط معاك الدنيا خالص. وفعلا منتج محترم جدا. فانا لما اقول لك منتج فعلا كويس يبقى انا مجربه قبل ما اقول لك عليه.